السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم مع اسرار ديال الحنه. واللون هذا اللي كتشوفوا هذا اللون ديال 24 ساعه، وقبل ما يكون 24 ساعه فهو نتيجه كتكون رائعه جدا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الاسرار. بزاف الناس كيسولوا على النتيجه ديال الحنه، ما كتخرج لهمش، كتخرج صفرة ولا. اهم شيء هي تكون الحنه النوعيه جيده. هذه ديال البكيه الخلاله معروفه، راه دابا كتوزع حتى في الحوانت العاديين اللي كنشريو منهم المواد الغذائيه، راهم كيبيعوها، ولا العشاب. كنديروا شويه ديال السكر والماء دافي، شويه ديال الدوليو، وداك المحلول العطري سميتو ميسو. هو الاصل راه محلول تيجي من الهند. بزاف الناس كيسولوا عليه في التعاليق، كنلقى في التيك توك ولا في منصات واحده اخرى. الصراحه هنا في المغرب ماشي منتوج مغربي. هو هذا كاين فيه السراتيه داك الاحمر، وكاين هذا الصفر هذا المحلبيه فيها الطاسه الكبيره، وانا كنوزعو. انا الاخت ديالي اللي كتجيبوا لي، الله يسهل عليها، كنخدم به، كيعطي نتيجه هائله في اللون. وبالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم، كيغليو اتاي، حبوب اتاي، وكيرونوا به الحنه اللي بغاها طبيعيه، ما يديرش لا دوليو لا والو. هذه هي النتيجه. الحنه كتكون خضره يعني لونها اخضر، ما كيكونش دايز عليه الوقت ولا محبب ولا شي حاجه. وانا كنكون مغربلها من قبل، وفاش كنرونها كندوزها في ليبا، اما كنخليها في ميكا محدا هي جالسه في ميكا وهي كتطلق. المهم اقل شيء 1 ساعه ديال المكانه، والنتيجه زيدون الا بغات النتيجه تطلع راه كتطلع. واخا ما ترقديهاش، واخا ما تخليها لا ساعه لا ساعتين، الا كان الاصل ديالها زوين وخدمتي بها بالزربه راه كتخرج. عاوتاني الا خدمتي بها بالزربه كيخصك تخليها في الايد ديال الكليانه، اولا غير ما تزربش عليها، تحيدها وتسقيها. بالنسبه للسقوه كيكون الماء والسكر، واحسن شيء كيكون الناس دايرين عاوتاني اللي كيكون عندهم نفس انهم يديروا سقوه زوينه، كيديروا الثومه، الحامض، السكر والمزهر. يعني كتجي واحد السقوه كتلاصق، يعني معسله كما كنقولوا، باش هي اللي كتعطي النتيجه. في التالي باش تنجح معنا كنجربوا بهذه الطريقه هذه. الا طلعوا لنا الخيوط كنعرفوا بان الحنه راها ناجحه، وما غاديش تعكس لنا في الابره، سواء خدمنا بالابره رقيقه او لا غليظه. صافي هكذا كنعرفوا بان الحنه راها نتيجه هائله. صافي دابا نقدروا نخدموا بها، نقدروا نجلسوا بها واحد نص ساعه حتى لساعه نخدموا بها. وباش نزيدوا نتاكدوا من النتيجه ديال الحنه كنديروا واحد شويه ديال الماء في الجنب. الزلافه ضروري خصها يكون اللون ديالها ابيض، ونمسحوا الجوانب ونخليوها ونغطيوها واحد البلاستيكه ونخليوها حتى كتبقى كتطلق الحموريه. ما حدا هي كتطلق الحموريه كنتاكدوا بان الحنه راها مزيانه وصالحه للاستعمال. نتوما كتشوفوا من بعد دازت واحد شويه ديال الوقت كتكون لينا ديك اللون هكاك احمر. صافي وكنهزوها نخدموا بها. ونتمنى البنات وجميع المشاهدين، ماشي غير البنات، ماشي غير اي واحد كيشاهد الفيديو ديالي، يعطينا اللايكات ويتابعنا، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك.
هذه النتيجه ديال الحنه، يعني ما كتقطعش معانا ما والو، كتخدم مزيان. وبالنسبه للنتيجه ديال يدي، راها فاش يعني كتصبح الصباح مازال ما كاملاش، يعني كدوز عليها واحد 8 السوايع حتى 10 تنحيدوها عادي. ولا بغينا نحيدوها ما تلصقش معانا، ضروري خصنا ندهنوا لها الزيت ونخليوها واحد شي شويه، ومن بعد كتبقى كتحيد بسهوله، يعني ما كنلقاوش معاها المشكل. نتوما كتشوفوا النتيجه من بعد ما صبحت الصباح، يعني راه كتعطي اللون، هي ما حدها كيطلع عليها النهار وهي كتزيد كتحمار. ومنين كتلحق عليها 24 ساعه كتعطي هذه النتيجه هذه رائعه. هي هذه النتيجه، هذه النتيجه ديال 24 ساعه. وداكشي على حسب الجلد، كاين اللي كتخرج فيه الحنه، كاين اللي ما كتخرجش، كاين اللي كتخرج غير حمراء، كاين اللي ما حدا هي جالسه وهي كتولي قرونه. درجات يعني الحنه على حسب الجلد وعلى حسب الدم يمكن اللي كيكون في الانسان ولا. وهانتوما معايا، وفرجه ممتعه.